السلام عليكم. اهلا بكم في الدرس الاول من كورس ازاي تبني خطة، والنهارده هنتكلم عن الوسط المغلق. عمرك سألت نفسك ابطال العالم زي فيشر، زي كاسباروف، زي تال، زي ماجنوس وغيرهم من اللعيبه الكبار، اما تتفرج على ماتشات ليهم سواء على اليوتيوب او تشيز كوم وتلاقي كده في نص الماتش انهم بيهاجموا بيد جناح الملك وبيسيبوا الملك بتاعهم مش امن. مش بس كده، ده ممكن كمان يضحوا مثلا بقطع عشان يسيطروا اكتر او يضغطوا اكتر. واللي بيحلل الماتش او بيشرحه يجي يقول لك مثلا شوف قوة ماجنوس، شوف ذكاء كاسباروف، شوف عبقرية تال، ازاي هما بيكسروا قواعد الشطرنج وبتاع، ويحكي لك قصص وحواديت وانت تستمتع وانت في الحقيقة اصلا مش فاهم اي حاجة، وانت ولا استفدت اي حاجة، وبمجرد انك هتقفل الفيديو هتكون اصلا نسيت الماتش. بس السؤال هنا، ايه الفرق ما بينك وما بينهم؟ يعني ليه ما بتعملش الكلام ده في ماتشاتك؟ الفرق انهم عندهم المعلومة وانت مش عندك، وده درس النهارده. انا جاي ادي لك المعلومه دي النهارده. هات قهوتك وانا هفهمك بيعملوا كده ازاي، وركز معايا لان الدرس ده قوي جدا وهيفيدك جدا فوق ما تتخيل. الوسط المغلق بيجي من افتتاحات كتيره جدا، عد معايا كده: هجوم هندي الملك، دفاع هندي الملك، لندن سيستم، الدفاع الفرنسي، الدفاع الصقلي لكاروكان، راي لوبيز، ستون وول اتاك، داتش ستون وول. كل الافتتاحيات اللي قلت لك عليها دي بتخش في وسط مغلق. يعني حضرتك بتخلص الافتتاح بتاعك وبعد كده بتخش على مرحله وسط الدور اللي هي الميدل جيم، واول ما تخش على مرحله الميدل جيم بتقابلك الوسط المغلق. هتسألني هنا سؤال حلو، هتقولي طيب يا عم انا دلوقتي دخلت خلاص الوسط المغلق بقى قدامي زي المثال اللي قدامنا ده وخلاص، المفروض بقى ايه الخطة بتاعتي او اعمل ايه؟ الخطة بتاعتك ان انت بتعمل هجوم على الاجنحة، سواء هجوم على جناح الملك او هجوم على جناح الوزير. هتسألني سؤال حلو تاني، هتقولي امتى اعمل هجوم على جناح الملك وامتى اعمل هجوم على جناح الوزير؟ على حسب المساحة اللي انت واخدها في الرقعة. يعني انت واخد هنا المساحة مثلا في شكل قدامك ده على جناح الوزير، فانت هنا بكل بساطة يبقى خطتك الأساسية في الوسط المغلق في الشكل اللي قدامك ده هجوم جانبي على جناح الوزير. ده كده الاستراتيجية بتاعتك بشكل عام. عندك 3 خطط عشان تنفذ الفكرة بتاعتك صح. أول خطة إنك بتعمل هجوم جانبي بالبيادق، إن أنت بتكسر بيادق. يعني أنت هنا بتلعب البي 4 وهنا خصمك بيكمل مثلا بيتش 6، فأنت هنا بتكسر البيادق، يعني بتاكل هنا بيدق في بيدق. هو بكل بساطة بياكل بيدق في بيدق. طب أنت هنا تسألني سؤال حلو، هتقولي أنت استفدت إيه من تكسير البيادق؟ أول حاجة أنت عملت بيدق سالك، تاني حاجة أنت فتحت لك عمود، يعني النقلة الجاية دلوقتي روخ هيجي هنا في الصف السابع مع البدء السالك، هنا الأبيض بيكسب. الخطة التانية إن أنت ما تاكلش بيضة في بيضة، أمال تعمل إيه؟ تزق البيضة. يعني الخطة الأولى اللي أنت كنت بتاكل بيضة في بيضة وتفتح العمود أو تعمل بيضة سالك زي المثال اللي فات اللي إحنا شفناه. أما الخطة التانية إن أنت بتزق البيضة. طب إيه فكرة الخطة دي؟ فكرة الخطة دي بكل بساطة اللي أنت بتعمل هجوم جانبي على جناح الملك، اللي أنت هتهجم على الملك الخصم. هتقول لي هنا طب مش كده احنا كده بنكسر قواعد الشطرنج؟ ان انت دلوقتي لما تقعد تزوق البيادي ديت وتعمل هجوم على الملك الخصم، مش كده الملك بتاعك ساعتها هيكون مش امن؟ اقول لك كلامك مظبوط، بس ده في حالة لو الوسط مش مغلق. اما لو الوسط مغلق زي الوسط في المثال اللي قدامك ده كده، هنا مفيش مشكلة ان انت الملك بتاعك يكون مكشوف. طب ليه؟ لان هنا الابيض ما عندوش اي قطعة تهجم عليك. يعني على سبيل المثال لو احنا مشينا كده كام نقلة، لو هو مثلا لعب هنا الاي 4، هنا بكل بساطة بكمل من البيشوب في الاف 6، لعب مثلا هنا البي 3، ممكن اكمل هنا زائد البدء النقلة الجاية هزوق على الحصان. زي ما انت شايف دلوقتي اهو الملك بتاعي مكشوف اهو، بس مفيش اي خطورة عليه. يعني الابيض مثلا لعب روخ هنا، بكل بساطة بكمل بالاتش 5، بص الملك بتاعي مكشوف خالص اهو، بس مفيش اي خطوره عليه لان هات لي قطعه كده عند الابيض ممكن تيجي توصل الملك بتاعي ده. اما أنا هنا على العكس، انا دلوقتي طالب عايز الحصان، وبعد كده الزقات البيضاء ديت اللي هي عاصفه البيادق او البون ستورم، ان شاء الله ناخدها كده في درس لوحده، مفيش حد هيقدر يوقفها. فبالتالي في الموقف ده او في الوسط المقفول، اما تيجي تهجم على جناح الملك اللي هو اللي انت مبيت فيه والوسط مقفول، انا بقول وسط مقفول كذا مره وانا قاصد عشان المعلومه تكون ثابته عندك. الكلام ده
الهجوم الجانبي اللي احنا بنعمله ده اما يكون الوسط مقفول، فمفيش مشكلة، والملك بتاعك بيكون في امان عادي ومفيش اي مشكلة. وده ان شاء الله هنشوفه في الامثلة بتاعة الفيديو ده. الخطة التالتة في الوسط المغلق ان انت بتضحي بقطعة مقابل ان انت تعمل بدائين سالكين ما بيقفوش. يعني في الموقف اللي قدامك ده هنا الابيض بيلعب نقلة جميلة جدا، هي حصان في بيدق، فبكل بساطة الاسود هنا بيكمل حصان في حصان، وهنا الابيض بيلعب فيل في بيدق. بكل بساطة هنا الابيض مع بدائين سالكين، دلوقتي الابيض بيهدد ان هو ياخد البيدق ده كمان، ودلوقتي زي ما انت شايف هنا في بدائين سالكين اقوياء جدا. يبقى الخطة التالتة من الوسط المغلق اللي هو بيضحي ان انت بتضحي بقطعة مقابل ان انت بتعمل بيادق سالكة. دلوقتي انت كده عرفت خطط الوسط المغلق، وعرفت دلوقتي اول ما تشوفه هتعمل ايه بالظبط. بس في معلومة لازم تخلي بالك منها. دلوقتي لو حصل العكس، يعني لو خصمك هو اللي ناوي يهجم عليك، انت المفروض هتعمل ايه؟ لازم تمنع له افكاره. بص كده على المثال اللي قدامك ده. دلوقتي هنا الابيض بيجهز ان هو يلعب الاتش 3، وبعد كده يلعب الجي 4، ويجيب الاخراخ على الاعمده، ويبتدي يعمل هجوم قوي جدا عليك. انت المفروض تعمل ايه؟ تمنع له اصلا الفكره دي قبل ما يلعبها. فانت هنا كسو بتلعب نقله حلوه قوي، بتلعب هنا اتش 5 على طول، بتمنع له فكره الزق دي او الزقه دي، لازم تمنع له لعبه من الاساس. كده انت عرفت كل الخطط والدفاع عن الوسط المغلق. هنشوف دلوقتي مع بعض امثله عمليه عشان تقدر تشوف ابطال العالم واللعيبه الكبار طبقوا الخطط دي ازاي في ماتشاتهم. بس قبل ما ندخل عليهم هوريك تجربه شخصيه، ماتش ليا لعبته قبل ما اعمل الفيديو، ماتش بليز بيتكلم عن نفس الافكار، عشان اعرفك بس ان انا زيك عادي، انت اتعلمت الدرس، شفت ماتشات عليه وطبقت على ماتشاتي. انت بتتعلم وبتطبق، هو ده الشطرنج. تعال نشوف الماتش مع بعض. الدور بيبتدي دي 4، دي 5، بيشوب اف 4، نايت في الاف 6، اي 3، اي 6، لندن سيستم. هنا بكل بساطة طلعت الحصان بالدي 2، بيشوب دي 6، وهنا رجعت بالفيل على اساس لو انت اخدت فيل في فيل، فانا باكل بالبيضة وبفتح العمود بتاع الرخ تبيت. وانا طلعت بالحصان في الاف 3، سي 5 بيضرب السنتر. هنا بكل بساطة لعبت حصان في الاي 5، كوين سي 7، دلوقتي عايز ياخد الحصان اف 4، ودلوقتي بقفل الوسط. عايزك بقى تخلي بالك معايا في الكام نقلة اللي قدام دول. طلع بالحصان في سي 6، وهنا كملت بسي 3، نايت في الاي 7، بيشوب في الدي 3، طلع بالحصان عايز الفيل وعايز البيدق، بكل بساطة رجعت بالفيل في الاف 2، وهنا بي 6. عايزك توقف الفيديو كده وتحاول تجيب احسن نقلة الابيض. دلوقتي زي ما انت شايف كده يعتبر الوسط مقفول، يعني مفيش دلوقتي اي حنكشة في الوسط، صح؟ طيب احنا اول خطة احنا عملناها قلنا عليها ايه؟ هي ايه؟ الله ينور عليك، هجوم بالبيادق. جي 4، هات حصانك، خلي بالك الملك بتاعي لسه مبيتش، هات الحصان بتاعك راح مشي، هات حصانك تاني. انا ما عملتش حاجة، انا دلوقتي الوسط مقفول، فاول ما شفت الوسط مقفول فبكل بساطة عملت ايه؟ عملت هجوم جانبي بالبيادق. عايز حصانك التاني، طلع بالحصان، قال لي يا عم خد بيدق، حصان في حصان، اكل بيدق، اكلت بالفيل، دلوقتي انا معايا بيدق زيادة، معايا بيدق زيادة والوسط مقفول. تمام، دلوقتي انا كسبان بيدق. طلع بيشوف بي 7، بكل بساطة لعبت كوين في الاف 3 عشان ما انت تاكل، انا باكل بالوزير، يبقى انا كده نشطت قطعة، وبقى عندي اوبشنين اللي انا ممكن ابيت طويل وممكن ابيت قصير. اخد فيه الفيل، اكلت بالوزير، نايت في الاي 5، كوين في الاف 3، بيدا في بيدا، بيدا في بيدا، دلوقتي خلي بالك أنا معايا بيدا زيادة، وهنا بيلعب بي 5، بيعمل برضو هجوم جانبي على جناح الوزير، وهنا بيت. شفت؟ يعني انا مبيت هنا يعتبر ايه في الخلا، زي ما احنا قلنا كده ايه في اول الفيديو. دلوقتي الوسط مقفول زي ما انت شايف كده، فبكل بساطة الملك بتاعي في امان عادي جدا. وخلي بالك هنا من نقطة برضو، الحصان ده معمول له حاجة اسمها برالايز، مشلول. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يجي هنا ولا يجي هنا ويجي هنا، وكل ده بفضل ايه؟ بفضل الفيل. الفيل منع حركات الحصان.
فبكل بساطة لعب B4، جبت رخ على نفس عمود الوزير، اخد بيدق في بيدق، اكلت بيدق في بيدق، جاب الرخ، عايز بكل بساطة ينزل في الصف السابع، منعته، لعب الروك في الدي 8، وبعد كده ده البيدق الزيادة اللي كان معايا، ودلوقتي الوسط مقفول، فانا بكل بساطة ده بيدق سالك. زي ما احنا قلنا ان انت تبتدي تعمل هجوم جانبي، ومن هجوم الجانبي كسبنا بيدق، بكل بساطة ايه هنفضل نزوق البيدق ده لحد ان شاء الله ما نرقيه. اخد الحصان بتاعي، اخدت بيدق في بيدق، نطب الحصان، عايز الوزير وفي نفس الوقت عايز الرخ، اخدته، وبعد كده اكل بالرخ، ودلوقتي انا معايا بيدق سالك وانا احسن شويه. زائد البيدق دلوقتي ضاغط على البيدق ده، رخ في وش الرخ، اكل رخ في رخ، اكلت بالوزير، اخد رخ في بيدق، بكل بساطه قلت له تعال نكسر، ومن هنا انا بكسب. مشى بالوزير، بكل بساطه دفعت البيدق سي 6، لعب جي 6، وبكل بساطه لعبت سي 7، وهنا الاسود سلم. لان دلوقتي انا طالب بكش واخد الوزير، وهو مثلا لو لعب حاجه زي كده طلع مثلا بالملك، فانا بكل بساطه بكمل واقول له تعال نكسر، فبيمشي، ودلوقتي عايز كش مات في نقله واحده. بس هنا بتيجي المفاجاه، ان انا بكل بساطه بلعب نقله جامده جدا، كوين في الاف 6، كش ملك، بضحي بوزيري، وما بياخد بالرخ، باكل بكل بساطه بيدا في بيدا بكش، يجي تاني وفي الاخر بياخد كش مات في نقلتين. ده اول دور كده حبيت اوريهولك، لسه لعبه قبل ما اعمل الفيديو، بس انا عايز اوريك بس ان الافكار بتبقى هي يعني لو انت اتعلمت وبعد ما تشوف الامثله العمليه اللي هتشوفها دلوقتي على طول زي الصاروخ لازم تطبقها في ماتشاتك. تعال نشوف مثال تاني عن الوسط المغلق، والمره دي البطل بتاعنا هو بتروسيان. بتروسيان بيلعب بالقطعه البيضاء، بكل بساطه هنا الاسود لعب سي 5، دلوقتي عايز الحصان، ودلوقتي احنا وصلنا لشكل الوسط المغلق، وهنا بكل بساطة بتروسيان رجع بالحصان في سي 1. طيب ايه خطة الأبيض أو ايه فكرة الأبيض؟ بكل بساطة إن هو هينقل القطع بتاعته لجناح الملك الأسود، زي ما احنا اتعودنا كده أو زي ما احنا اتعلمنا، اللي انت أما تكون الوسط مغلق فاحنا بكل بساطة بنعمل هجوم فين؟ على أحد الجانبين. فاحنا هنا المبادرة بتاعتنا أو المساحة بتاعتنا في جناح الملك الأسود، فاحنا بكل بساطة ننقل قطعنا ونعمل هجوم على الملك الأسود. فهنا الأسود كمل بنايت سي 7، وهنا دلوقتي نايت 2، الابيض بيكمل خطته ان هو يعمل هجوم على جناح الملك، كينج جي 8، بكل بساطه نايت في الاف 4، كوين في ال 8، وهنا بكل بساطه فيل في فيل، اكب الوزير، وهنا الابيض لعب نقله حلوه نايت في جي 5، دلوقتي بيستعد ان هو الوزير يروح في الاتش 5 مهدد بكش مات، فهنا الاسود لعب نقله وقائيه ولعب الجي 6 مانع فكره الوزير، فبكل بساطه الابيض هنا لعب نقله جميله جدا اي 4. واحد هيقول لي طب يعني انت هجومك هناك النقله دي لازمتها ايه؟ النقله دي مهمه جدا لانها بتمنع اي افكار هجوم مضاد للاسود. يعني الاسود هنا هو دلوقتي بيخطط ان هو يعمل هجوم جانبي على جناح الوزير، فالنقله دي بتوقف له افكاره خالص، فانت دلوقتي النقله ديت بتمنعك ان انت تعمل اي حاجه او اي هجوم مضاد ممكن ايه يهدد بيه الابيض. بكل بساطه بيشوف الاي 6، وهنا الابيض لعب نقله جميله قوي قوي قوي، عايزك توقف الفيديو وتحاول تجيب احسن نقله الابيض. احسن نقله الابيض هنا بكل بساطه اخد حصان في بيدق، نقله جميله قوي. هنا الاسود كمل حصان في حصان، وهنا الابيض اخد فيل في بيدق وعايز حصان من اتنين، وهنا بكل بساطه الاسود كمل ورخ في الايه دي 8. طيب لو رجع هنا بالحصان على اساس يعني ايه الحصانين يحموا بعض، بكل بساطة هنا الرخ بيكون من غير حماية، فهنا بيتاكل ببلاش، فهنا بكل بساطة رخ عايز الفيل، أخد فيل بكش، مشى بالملك، وهنا بكل بساطة أخد بيدق في بيدق، أكل الفيل، وهنا دي 5 عايز الحصان، وفي نفس الوقت بدايين سالكين جدا في السنتر، وصعب جدا البدايين دول يقفوا. وهنا الأبيض الاستراتيجية بتاعته نجحت إن هو قدر يعمل هجوم جانبي على جناح الملك، وفي نفس الوقت قدر إن هو ياخد بدايين اف 4، بكل بساطة كوين في الجي 4، اتش 6 عايز الحصان، رجع بالحصان، ودلوقتي زي ما انت شايف الابيض معاه تفوق حاسم، وبالتالي هنا الاسود استسلم. تعال نشوف مثال كمان عن الوسط المغلق،
والمثال ده مثال قوي جدا وهيعجبك جدا، لان ده يعتبر من احسن ماتشات اللي هتشوفها في حياتك. هنا اللي بيلعب القطعة البيضاء هنا فيشر، وهنا بكل بساطة الدور كان على الأسود، وهنا لعب دي 4. ودلوقتي احنا وصلنا لشكل مثالي للوسط المغلق. خلاص الوسط اتقفل، ودلوقتي الخطط الأبيض والأسود إن هو يلعبوا في أحد الجانبين. وهنا بكل بساطة فيشر لعب نايت في الاف 1، وهيبتدي يجيب قطعه ويجيب البياد بتاعته ويجيب الحبشتكنات، ويبتدي يعمل هجوم فين؟ في جناح الملك، لأن جناح الملك هو الأبيض عنده مساحة فيه أكتر. طيب نايت في بي 6، نايت في جي 5. دلوقتي يبتدي اهو يطور قطعة واحدة واحدة، وبيحضر لكوين في الاتش 5، ويبتدي يطلب الكش مات. حصان في الدي 5 عايز الفيل، فبكل بساطة رجع بالفيل. وزي ما احنا قلنا في المثال الأول إن هو عامل له حاجة اسمها بارالايز، إن هو شال حركات الحصان، إن هو ما بين الحصان والفيل مربعين، فبالتالي ممنوع الحصان يقرب. فيل في حصان، فيل في فيل عايز الوزير. كوين في الدي 7، وبكل بساطة كوين في الاتش 5. روك في الاف سي 8، وهنا الابيض لعب نايت دي 2، يبتدي يطور قطعه واحده واحده. نايت في سي 3، بكل بساطه هنا الابيض لعب نقله جامده قوي. بيشوب في الاف 6، نقله ممتازه. دلوقتي هنا الابيض بيضحي بفيل، وهنا الاسود كمل كوين في الايد. طيب ايه اللي هيحصل لو هو كان اخد الفيل؟ بكل بساطه الابيض بيكمل بيدا في بيدا، ودلوقتي عايز كش مات في 2. فهنا الاسود بيستخبى جوه، بيخش بالملك. ودلوقتي هنا الابيض بيلعب نقله جامده قوي، بيلعب بيشوب في ليفل 5، عايز كش مات ملهاش حل. فهنا بكل بساطة بياخد الفيل، يبقى كده الأبيض هنا مضحي بفيلين. وهنا الأبيض لعب روك اي 7، لأن هنا فتح العمود للرخ، فدلوقتي عايز الوزير، فبيمشي بالوزير. رخ في فيدا عايز كش مات في نقلة واحدة، بيجي بالوزير يحمي. وهنا الأبيض بيلعب روك جي 7، عايز الوزير وفي نفس الوقت عايز كش مات، فهنا لازم يضحي بوزيره. وبعد كده بياكل البيدق، وبعد كده بياكل الملك. وهنا الأبيض كسب وزير، وبالتالي كسب الدور. ارجع. فهنا في الشكل ده، بعد نقلة الفيل، هنا الاسود مرضاش يقبل تضحية الفيل، وبكل بساطة مشى بالوزير في الاي 8. نايت في الاي 4 بيهدد بعد كده ان هو يروح في الجي 5، وبعد كده يهدد بكش مات. حصان في حصان، الاول زعل الوزير، وبعد كده راح بالوزير في الجي 5. حصان في حصان اكل بالرخ، وهنا سي 4، وهنا الاسود بيعمل هجوم مضاد، عايز يسلك بيدق ويبتدي يحاول يطبخ الابيض كده باي حاجه. اتش 5، الابيض بيفتح المسائل، ودلوقتي عايز يجيب الرخ على العمود، ويبتدي يعمل تهديدات وكشمات على جناح الملك. بدا في بدا روك في الاتش 4، روك في الاي 7. وهنا بكل بساطه رجع بالفيل، ودي نقله خبيثه ونار خبيثه ليه دلوقتي. بدا في بدا دلوقتي بدا سالك وعايز يجيب وزير. فانا بكل بساطه كوين في الاتش 6 عايز الكشمات. وهنا الاسود لعب كوين لاف 8 بيحمي الكشمات. وهنا الابيض بيلعب النقله اللي بتخلص الماتش، النقله الجميله كوين تكس اتش 7. كش مات، لازم هنا ياكل الملك، وهنا الاسود سلم. طب هنا الاسود سلم ليه؟ طب هنا ممكن ياكل بالوزير عادي، يعني ممكن الملك ياكل الوزير عادي. هنا بقى بتيجي النقله بتخلص بيدا في ايدا بكش. لو انت رجعت تحت بتاخد كش مات في نقله. ولو انت اخدت البيدا وتيجي اهميه رجعه الفيل، لان بكل بساطه الفيل بيجي بكش مات، الملك ممنوع الرجوع، وبالتالي الاسود خسر الماتش. اتمنى تكون فهمت درس النهارده. لو ما استوعبتش الدرس او في حاجه وقعت منك، عيد الدرس مره واتنين وتلاته، لان الدرس ده مهم جدا جدا، وكده كده هيقابلك في ماتشاتك. فمهم جدا انك تكون عارف ازاي تتعامل مع الوسط المغلق. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن الوسط الثابت. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.